المسجل بيحاول يشلني، كل شويه بيفصل. المهم يعني بيقولك ان هرمون الالدوستيرون دوت اللي احنا عارفين ان هو بيفرز من قشرة الكظرية، بيقولك ان هو بيفرز علشان يحفز امتصاص الاملاح والمية من اليورين. ماشي، نيجي بقى ناخد الإديمة. ايه هي الإديمة؟ الإديمة ديت اللي هو تراكم السوائل تحت الجلد. ماشي، فيقول لك هنا definition التعريف يعني it is accumulation اللي هو تراكم يعني of tissue fluid اللي هو تراكم سوائل في الأنسجة mainly due to excessive filtration of plasma fluid space into tissue fluid spaces. ولك يعني ان هي بتحصل بسبب فلترة البلازما الزائدة في فلترة البلازما السائلة يعني في مناطق فلترة السوائل دي. أنواعها generalized وليكولايزد. بص generalized ديت اللي هي بتبقى كلية، بتكون في موحدة في أماكن كتير يعني. أما ليكولايزد بتكون في موقعية أو في مكان واحد. ايه هي أسبابها؟ كاوزز اللي هي الأسباب، بيقولك ارتفاع ضغط الدم اللي موجود في الشعيرات الدموية. ماشي، ليه ممكن يرفع؟ بيقولك ديوتو بسبب either arterial dilation or venular obstruction. بيقولك بسبب توسيع الشرايين، بسبب توسع الشرايين. احنا قلنا ان توسع الأوعية بيعمل تقليل لضغط الدم، فواضح هنا ان توسع الشرايين بيعمل ارتفاع للضغط الشرياني. ماشي، او الفينولار اوبستراكشن او اعاقة الاوردة. ماشي، بعد كده بيقول لك اكاردياك اديما اللي هو الاديمة القلبية يعني بتكون موجودة في القلب يعني. RT side heart failure generalized edema as it the venous pressure. بقولك يعني ان هي بتكون بسبب يعني الهارت فيلور اللي هو فشل القلب. ماشي، بقولك ان هي generalized edema، نوعها generalized edema اللي هي كلية as it have venous pressure وبيقولك ان هي بترفع ضغط الدم الوريدي. ماشي، بعد كده B pregnancy edema اللي هي الإديمة الحملية ديت. بيقولك عبارة عن ايه؟ pressure of pregnant يوتيريا اون بليفيك فينس. بيقولك يعني ان هي الضغط، زيادة الضغط يعني في رحم الحوامل اللي هو بيبقى موجود في منطقة الحوض يعني lower limb edema اللي هي بيسبب إديمة اسمها lower limb edema. ماشي، بعد كده سي localized edema. بالنسبة بقى للإديمة اللي هي بتكون موقعية، بيقولك ان هي بتبقى موجودة في الفينس ثرومبوسيس او في تجلط الأوردة. الصفحة اللي بعد كده متاكل منها كتير يعني. بص في الكتاب وانت بتسمع بقى، علشان انا بص في الكتاب برضه اهوت مش عارف ايه اللي حصل دوت اللي خلى الصفحات كلها باظت كده. بيقولك كولايدال اوف بلازما بروتينز. كولايدال اللي هو يعني ضغط الدم التناضحي بتاع البروتينات البلازمية. بيقولك ان هو بيقلل ضغط الدم التناضحي بتاع البروتينات البلازمية. فهنا بيقولك A B C A nutritional starvation. بيقولك ان ممكن يكون تقليل الضغط التناضحي دوت يكون بسبب غذائي اللي هو بسبب المجاعات او بيبيز فيد CHO الون. ماشي، او بي بقى هيباتيك، ممكن يسبب هيباتيك اللي هو تخليق البروتين، ممكن يقلل في تخليق البروتين. ماشي، سي رينال اللي هو كلوي، ممكن يسبب بروتينيوريا، مش عارف هي ايه دي برضو بس ده مرض. ماشي، بعد كده 3 فين 3 واصلة هنا في البتاع. ماشي، 3 capillary permeability اللي هو ايه
نفاذية الشعيرات الدموية. نفاذية الشعيرات الدموية ممكن تزيد بسبب الالرجي اللي هي الحساسية، او الانفلاميشن اللي هو التورم. يعني احنا عارفين ان في آلية دفاع اسمها التورم، بتحصل لما بيكون في جرح ويحصل فيه عملية تورم، فدي بيكون سبب في ان الشعيرات الدموية حصل لها dilation او توسع يعني due to capillary dilation او capillary dilation. بعد كده 4 lymphatic obstructions او الإعاقة الليمف. ماشي، بيقولك ان هي بتسبب او بسبب الفيليريال، ماشي، او الكانسر السرطان يعني due to the decrease in the volume of interstitial fluid drained by them. بيقولك يعني ان هي بسبب نقص في حجم السوائل اللي هي بتكون ما بين الأنسجة يعني. ماشي، بعد كده circulation shock، اخر حاجة معانا، اخر حاجة بجد وهتبقى خلصنا. circulation shock اللي هو هبوط في الدورة الدموية. ماشي، ايه هو circulation shock او ايه هو الهبوط في الدورة الدموية؟ بقولك التعريف بتاعه، التعريف it is the inadequate tissue perfusion due to، بيقولك ان هي بيقولك نقص في وظيفة الأنسجة بسبب inadequate cardiac output، اللي هو بسبب نقص في كمية الدم اللي خارجة من القلب. يبقى كمية الدم اللي خارجة من القلب لو نقصت هتسبب نقص في هتسبب نقص في وظائف الخلايا، مش لأن الدم هو اللي بيغذي الخلايا. بعد كده types and دي causes اللي هو الأسباب والأنواع. بص النوع عندنا كم نوع؟ عندنا 1 2، أنا مدمر الكتاب، بص في الكتاب عندك لو معاك كتاب يعني 3 4. ليها كم نوع؟ ليها 4 أنواع. ماشي، النوع الأول هايبوفليميك. بص هايبو عرفنا يعني هايبو يعني نقص، ماشي، وفلوميك يعني حجم، فأكيد هنا نقص حجم الماء. ماشي، يبقى ممكن هبوط في الدورة الدموية بسبب نقص حجم المية اللي في الجسم. بيقولك إن هي caused by hemorrhagic، اللي هو بيقولك بتتسبب بسبب نزيف. نقص الدم او نقص السوائل اللي في الجسم ممكن يكون بسبب ايه غير النزيف؟ او البيرنج اللي هي البيرنز اللي هي الحريق. ماشي، ممكن جزء من الجسم يتحرق فيسبب ان الميه اللي في الجسم هتتبخر، الجزء اللي اتحرق دوت الميه اللي فيها هتتبخر فيسبب نقص في السوائل بتاعه الجسم. او السيرجري او الجراحه يعني. ماشي، بعد كده distributive اللي هو التوزيع، يعني توزيع السوائل. ممكن يكون في عندي نقص في السوائل بسبب التوزيع الغلط ليها، او كمان مفيش توزيع ليها. فهنا بقول لك فازوجينيك، اتساع الوعاء. اتساع الوعاء ممكن يسبب ان السوائل ما تتوزعش كويس، لان انا زي ما قلت لك ان الوعاء لازم يبقى ضيق علشان يضخ الدم بطريقة كبيرة، يعني يوزعه في الجسم كويس. or low resistance shock، او بسبب مقاومة منخفضة. قلت لك برضو لازم الدم يقابل مقاومة، زي ما بقول لك كده، كل ما الوعاء كل ما كان رفيع الدم بيقابل مقاومة أعلى، فبينتشر ل أعضاء أكتر أو مسافات أكبر يعني. due to severe generalized اللي هي VID على سبيل المثال neurogenic vaso vagal attack and anaphylaxis، اللي هو يعني بسبب حساسية اتساع الأوعية. ماشي، بعد كده كارديوجينيك تشوك اللي هو اللي هو يعني بمعنى جلطة يعني. الجلطة دي ممكن تحصل بسبب ايه؟ بسبب هارت ديسيز اللي هو الأمراض القلب، اللي هي ممكن تسبب الأمراض القلب اللي ممكن تسبب نقص في الكاردياك اوتبوت او كمية الدم اللي خارجة من القلب. ماشي، ايه هي الامراض دي بقى؟ امثله على الامراض ديت المايكرويديال انفكشن. ماشي، اللي هو يعني جلطه. مايوكارديال انفكشن دي عباره عن جلطه. ماشي، والكونجستيف هارت فيلور اللي هو فشل في عضلات القلب، او الاريزمس اللي هو عدم انتظام كهرباء القلب. ماشي، كل ديت اسباب ممكن تنقص لي التوزيع بتاع الدم في الجسم. ماشي، بعد كده obstructive shock اللي هو جلطة في مكان غير القلب. ماشي، لان احنا خدنا هنا جلطة
خدنا هنا النوع دوت اللي هو كارديوجينيك تشوك، ديت كارديوجينيك تشوك اللي هو جلطة بس في القلب. اما هنا الاوبستراكتيف تشوك اللي هو جلطة ولكن في اي مكان تاني غير القلب. بيقولك هنا obstruction of flow of blood flow، انسداد في تدفق الدم. ممكن الجلطة تبقى بسبب انسداد في وعاء ما من الأوعية اللي بيتدفق منها الدم. ماشي. بعد كده هناخد الهيموراجيك تشوك أو هبوط في الدورة الدموية بسبب النزيف. تمام. فهنا بيقولك it is an example of hypovolemic shock، بيقولك ان هو يعني النزيف دوت مثال على نقص السوائل اللي موجودة في الجسم اللي هي بتسبب هايبوفوليميك تشوك. ماشي. manifestation اللي هي الأعراض. يعني ايه هي الأعراض بتاعة النزيف يعني بعد النزيف اللي لما بيحصل ايه اللي بيحصل ايه الأعراض اللي بتظهر؟ بيقولك increase the heart rate، بيقولك زيادة في معدل ضربات القلب وفي معدل التنفس. ماشي. وهايبوتنشن اللي هو نقص في ضغط الدم، والكولد سكين او الجلد البارد او البيلور اللي هو الجلد الشاحب، او السيريست دوت، او الاوليج، مش عارف الكلمه دي ايه دي، مش عارف اقراها، اوليجوريا اند اسيدوزيز اللي هو كميه بول قليله يعني اوليجوريا دي. restlessness due to stimulation of reticular formation، بيقولك يعني ممكن يحصل أرق بسبب تحفيز الشيء ده. بعد كده العلاج بقى ايه هو العلاج؟ بيقولك removal of the cause of the shock، إزالة سبب النزيف. ماشي. اللي هو لو في جرح مثلا لمه، اقفله، اعمل اي حاجة عشان توقف النزيف. 2 proper position of the patient is put in supine position with the feet raised. بقولك يعني ان المريض بيتحط في وضعية معينة واللي هي وضعية انه يكون يعني مستلقي على ظهره. ماشي. بعد كده اخر صفحة معانا اللي هي هي فين؟ اي اخر صفحه معانا اللي هي برضو جزء من العلاج. ماشي. بيقولك فينوس ريتوم او ريتيرن، فينوس ريتيرن اللي هو استعاض، يعني استعاضه بالدم اللي اتنزف دوت. فعن طريق ان احنا ايه sitting and standing should be avoid، بيقولك ان احنا لازم نتجنب ان احنا نقعد، الشخص اللي بينزف دوت انه يقعد او يقف. تمام. دي سيتنج اهيت يقعد، وديت ستاندنج يقف. ماشي. بعد كده 3 restoration of blood volume اللي هو يعني تخزين حجم الدم. ماشي. عن طريق ايه؟ 1 blood transfusion اللي هو نقل الدم. لازم نعمل عملية نقل دم بسرعة للمريض اللي بينزف دوت. this is optimal for hemorrhagic shock اللي هو دوت الشيء المثالي او الحال المثالي للنزيف. ماشي. بعد كده بلازما ترانسفيجن دوت نقل بلازما. هننقل بلازما بس مش لأي مريض، للعيان اللي هو مصاب بالحريق يعني اللي هو كازي تشوك ديو تو بيرنز بسبب الحريق. بعد كده ياخد الأدوية اللي هي بتاعت الدراجز، الأدوية اللي هي بتاعت النزيف دوت. فهنا ولكن الأدوية دي بتنقسم ل A و B و C و D. ماشي. عندك فازو بريشر drugs can elevate arterial pressure، بيقولك يعني الأدوية اللي ممكن ترفع ضغط الدم الشرياني. ماشي. أو دوبامين، الدوبامين دوت نوع من الأدوية يعني is useful in cardiogenic shock، بيقولك إن هو مفيد في cardiogenic shock اللي هو هبوط الدورة الدموية يعني، أو because it has positive انوتروبيك افكت. بقولك عشان هو عنده بوزيتيف انوتروبيك افكت اللي هو احنا قلنا ان هو بيزود قوة ضربات القلب. ماشي. وقلنا عكسه نيجاتيف انوتروبيك افكت اللي هو بيقلل قوة ضربات القلب. دوت كله في الفيديو دوت. ابيفرين is very useful in treatment of anaphylactic shock. بقولك يعني الابيفرين اللي هو الادرينالين، يعني الادرينالين
بيقول لك مهم جدا علشان يعالج الانافليكتيك تشوك، ماشي، نوع من الصدمات اهو. دي جلوكور جلوكوكورتيكويدز. جلوكوكورتيكويدز ديت اللي هو هرمون تقريبا بيساعد في علاج الصدمة يعني او التشوك ديت. since they decrease capillary permeability، قبل ما هي ما تقلل قدرة الشعيرات الدموية. واخيرا خلص كتاب الفسيولوجي الحمد لله. يا ريت يعني انا متاكد ان مفيش حد هيوصل للجزء ده، فاللي هيوصل للجزء دوت يا ريت يقول لي تعليق ان هو وصل، يعني يكتب لي تعليق تحت ان هو وصل بجد، هفرح جدا لو حد وصل للجزء ده.